العميل ده كان معايا وانا جبت له 100 مليون جنيه في الشهر. الفكره كلها برضو ان دي مش شطاره، وانا عارف ان الكلام ده ممكن يكون غريب، بس خليني اقول لك ان لو واحد بيجيب 100 مليون لبراند وواحد تاني مسك براند تاني في نفس الاندستري ونفس النيش وجاب له 50,000 جنيه، ممكن اللي جاب 50,000 جنيه ده يبقى انجح. وانا هقول لك ليه. اولا اللي بيجيب 100 مليون جنيه ده اولا بيبقى براند كبير، بيبقى موفر كل حاجه، بيبقى موفر ماتيريال، بيبقى موفر كرييتيفز، بيبقى موفر شغل، بيبقى موفر تيم، بيبقى موفر اوبريشن، بيبقى موفر حجم قوي جدا من النجاح. فالميديا باينج هنا هي بيبقى عامل من ضمن العوامل اللي انا بقولها لك كلها. فممكن فعلا الشخص ده يكون شاطر، بس ممكن لو واحد تاني جه وعمل نفس اللي هو بيعمله بالظبط من غير اي تعديلات يجيب نفس ال 100 مليون جنيه. لكن ممكن واحد يمسك براند مثلا، هنا براند لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويشتغل معاه ماركتنج صح، ماركتنج معنى ماركتنج، ويجيب له 50,000 جنيه في اول شهر. فهنا انت فعلا شخص ناجح جدا. طبعا انت ممكن تتكسف تطلع تقول حاجه زي دي في فيديو، او تقول انا جبت لبراند 50,000 جنيه، بس اقسم بالله انت لو جبت لبراند 50,000 جنيه لسه فاتح النهارده خليته يبقى 50,000 جنيه مثلا في اول اسبوعين 3 شهر، انت عملت نجاح تاريخي.